يعتبر المتحف اليوناني الروماني كنزا قوميا، فهو يحفظ لنا تراثنا الحضاري ويشهد على عظمة الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر، كما أنه وجهة سياحية مهمة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الآثار المصرية. فلنتابع معا جولتنا بين أروقة الزمن التي يعرضها لنا المتحف. التصميم الجديد للمتحف يتيح للزائر عندما يدخل إحدى قاعات العرض أن تتحول إلى قاعات ذات موضوعات واضحة، مثل الحياة اليومية في مصر في العصرين البطلمي والروماني، بحيث يدخل الزائر ليرى الآثار المعبرة عن الحياة اليومية والنشاط المعبر للبشر في تلك العصور. وعندما يدخل قاعة الحكام والحكم سيرى تماثيل الملوك والملكات البطالمة والأباطرة الرومان، ليشاهد نماذج مما يتعلق بالحكم مثل العملات الرسمية والآثار الباقية مما أنتجته الدولة في تلك الفترة والمعبرة عن الدولة في ذلك الحين. وسيناريو العرض المتحفي الموضوعي يهدف إلى أن الزائر عندما يدخل القاعة يشعر أنه يعيش مع الإنسان القديم ويفهم أسلوب حياته. هناك 20 قاعة عرض لاستيعاب نحو 30,000 قطعة أثرية تعود للعصرين اليوناني والروماني، فضلا عن وجود قاعة في البداية تعبر عن العلاقات بين مصر واليونان قبل الإسكندر الأكبر، أي قبل العصر البطلمي، وتعرض بها آثار ما قبل الإسكندر. الإسكندر الشمس وكليوباترا القمر. تصور هذه المجموعة النحتية طفلا وطفلة تعلو رأسيهما عصبة ملكية، مع قرص الشمس للولد وقرص القمر للبنت، مما يرجح كونها أشكالا مؤلهة لابني كليوباترا وماركوس أنطونيوس. ويوجد ثعبان ملتف عند رجليهما ربما للحماية. كان هذا التوأم أوفر حظا في لحظات الهزيمة والقتل والانتحار في الإسكندرية في عام 30 قبل الميلاد، فقد تبنتهما أوكتافيا طليقة ماركوس أنطونيوس، حتى تزوجت كليوباترا القمر من جوبا ملك نوميديا غرب الجزائر حاليا. تمثال ضخم لماركوس أوريليوس. تمثال بازلتي ضخم يجسد سيرابيس في هيئة عجل يحمل قرص الشمس والكبرى الملكية بين قرنيه. وسيرابيس هو إله جديد استحدث من الرمز أوزوريس وأبيس لتوحيد سكان الإسكندرية من الإغريق والمصريين القدماء.